كان اسم هذا الرجل ليي، وهو عامل متمرس في التعدين بين الأبعاد. وظيفته اليومية هي ارتداء بدلة خاصة، ويخاطر بحياته في تعدين أحجار الطاقة في بعد آخر. قال أحد زملائه إن الشهر الحالي لم يكن سيئا، وأنه إذا استمر على هذا النسق سيتمكن من سداد ديون والديه خلال عام أو نحو ذلك. أضاف الرجل أنه إذا عمل يي لمدة 3 إلى 5 سنوات أخرى فإنه قد يتمكن حتى من شراء شقة صغيرة. رد يي ببساطة أنه سيستمر في العمل بجد، لكنه في داخله لعن هذا الرأسمالي بلا قلب. في اللحظة التي يسدد فيها الديون سيغادر على الفور العمل لمدة 3 إلى 5 سنوات أخرى. لن يقوم بذلك في ذهنه. ينبغي أن يكونوا هم من يتعرض للإشعاعات في المنطقة بين الأبعاد، إذ تعطي الفرصة العادية للناس 1 من 1000 للاستيقاظ، لكنها أيضا قاتلة لو لم تكن ظروفهم. لما ارتدى أحد بدلة خاصة وعمل في العالم الآخر بينما كانوا يستقلون المركبة، كان الشابان في المقدمة يتحدثان عنه. عرفوه بأنه الشخص الذي توفي والديه في حادث قبل 3 سنوات، ولم يحصل على تعويض فقط، بل تم إجباره أيضا على الديون. كان أحدهم يعرف أنه في ذلك الوقت أصرت شركة NG على أن والديه تسببوا في خسارة ب1,000,000 دولار. شعر بالسوء تجاه الفتى. رد الآخر بأنه لا يوجد ما يدعو للشفقة، لأن الخطأ كان خطأ الفتى لأنه ضعيف. أضاف أنه لو كان في مكانه لكان قد قاتل حتى الموت ليجعل الشركة تدفع. مازح الرجل أنه ظن أن الرجل سيجعلهم يدفعون بحياتهم. رد الرجل بأنه لا جدوى من ذلك، فهؤلاء الناس قد ماتوا بالفعل، لذا قد يستغل الفرصة ويكسبوا بعض المال. سمع كل شيء، خاصة الجزء الذي وصفوه فيه بالضعف في ذهنه. هناك أوقات يصبح فيها الشخص ضعيفا ليس بسبب نفسه، ولكن لأن العالم مجنون. عندما كان كل شيء جاهزا حان الوقت للعمل، ظنوا أنه كان هناك انهيار أرضي. عندما اهتزت الأرض نادى أحدهم عليهم بسبب صراخهم لمجرد اهتزاز طفيف، لكن الرجل رد بأنه لم يسمع قط عن الزلازل في الأبعاد الأخرى. أضاف رجل آخر أنه لم يسمع عنها أيضا رغم وجوده في العديد من المناطق بالفعل، وتساءلوا عما إذا كان ذلك بسبب وحوش. اقترحوا عدم العمل هناك، خاصة عندما كانت المنطقة تحتوي على كائنات بشرية بين الأبعاد من قبل. تلك الوحوش أقوى حتى من عائلات الحشرات والوحوش. اتفقوا على التوقف عن العمل لأنه خطر للغاية. أخبرهم الرجل المسؤول أن يسكتوا، وأوضح أن المنطقة تم تطهيرها من قبل شخص مستيقظ قبل 3 سنوات، لذا لا توجد طريقة لظهور كائنات بشرية. هددهم بأنه إذا قالوا كلمة أخرى سيفعل شيئا، لكنه تعرض للطعن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته. كانوا جميعا متفاجئين عندما أصيب المشرف. تجمد بطلنا في مكانه، سعل المشرف دما، ووصل الكائن البشري بين الأبعاد. ركضوا بينما كان الكائنات البشرية بين الأبعاد تطاردهم، وقد أصيب الكثير منهم بالفعل. كان يعلم أنهم على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المخرج، وشكك في أنهم سيتمكنون حقا من الهروب. كان ذلك بعيدا عن قدرتهم على التعامل معه. زميله تم رميه عليه وضرب ظهره، واصطدم معا بصخرة. سعل من الألم. عندما نهض بدأ الآخرون بتشغيل السيارة بالفعل. توسل إليهم أن يأخذوه معهم، لكن السيارة انطلقت بعيدا. قفز كائن بشري من بعد الأبعاد على السيارة، ومخالبه اخترقت السقف. تم أخذ السائق والراكب، وانقلبت الشاحنة. أدركي أن الكائنات البعدية كانت تلاحق الأشخاص في الشاحنة. في النهاية انفجرت الشاحنة. تفاجأ لأن الكائنات البعدية كانت محاصرة في الانفجار، وصاحوا من الألم. أدركي أن ضعفهم هو النار. رأى بعض الخشب يحترق بالقرب منه، وفكر أنه يستحق المحاولة. هاجم كائن بعدي من اليمين، فتوجه فورا نحو الخشب المحترق. أمسك به واهتز به أمام الكائن البعدي آملا أن يبتعد. ومثل ما ظن تردد في الاقتراب منه. أخبروا الجميع أن تلك المخلوقات تخاف من النار قبل 10 سنوات. ظهرت أبواب غامضة فجأة في كل أنحاء العالم. تدفقت كائنات حشرية ووحوش وبشر من أبعاد أخرى إلى الأرض.
من خلال الأبواب كان فقط الكائنات المتقدمة المستيقظة التي تحورت بسبب الإشعاع تمتلك القوة لمحاربة هذه الوحوش. ظهور الكائنات المتقدمة لم يمنح البشرية فقط القوة لإغلاق الأبواب، بل فتح أيضاً عهداً جديداً من الاستكشاف وتطوير مصادر الطاقة الغريبة. لكن للأسف لم يكن هؤلاء المعدنون كائنات متقدمة، بل كانوا مجرد أشخاص عاديين، والبقاء في العالم يتطلب كل ما لديهم ضد الوحوش القادمة من الأبواب. لا يملكون حتى القوة للركض. جمعوا أكبر قدر ممكن من الأشياء القابلة للاشتعال لطرد الكائنات البعدية. كان أحد الرجال قلقاً لأن الشعلة لن تدوم طويلاً. اقترح أن هناك بنزين في غرفة التخزين، وأنهم قد يتمكنون من استخدام النار لسد المدخل حتى تصل النجدة. وقفوا متقابلين وشكلوا دائرة وتراجعوا ببطء. كانوا يسيرون بشكل جيد بينما اقتربوا من براميل البنزين، وعندما أصبحوا في متناول اليد صرخ يي عليهم ليصبوه بسرعة عند المدخل. ركلوا العلب ورموا مشاعلهم لإشعال النار. سقطت الشعلة في البنزين بالقرب من قدم كائن بعدي، واحترق ذلك الكائن البعدي. شكر رجل موسن يي لأنه لولا مساعدته لكانوا ميتين، لأنه أنقذ حياته. وعدوه بأنه إذا احتاج لأي شيء سيعطونه إياه. لاحظ شيئا خلفه. كان هناك تمثال كبير. شارك الرجل بجانبه أنهم عثروا عليه منذ زمن بعيد في المنجم. افترض أن المشرف ووانغ خطط لتهريبه وبيعه في السوق السوداء. لهذا السبب كان هناك. أجاب يي أنه يبدو أنه كان موجودا منذ سنوات. فجأة جاء صوت عبر الراديو. كانوا سعداء لسماعهم. أبلغوا أن قطاع 7 قد تعرض لهجوم من قبل الكائنات البشرية ويحتاجون إلى إنقاذ بشكل عاجل. أكدت القيادة تقريرهم وأخبرهم أن الإنقاذ سيصل في حوالي 2 ساعات، فتوسلوا إليهم أن يأتوا أسرع. لكن الخط انقطع ولم يتبقى سوى صوت ستاتيك، فقلقوا لأن بدلاتهم لا تحتوي على طاقة كافية لأكثر من 1.5 ساعة. عبر بعضهم عن عدم رغبتهم في الموت لأن لديهم زوجة وطفل ينتظرونه في المنزل. أحدهم ندم على عدم الهروب حتى لو نجى واحد فقط، فهو يعتقد أن ذلك أفضل من الانتظار للموت. تفقد ذراعه وصلى أن يصل الإنقاذ قريبا لأن طاقة بدله منخفضة بالفعل. نادى أحد زملائهم انتباه الجميع وأوضح أنه بما أن بدلاتهم لن تدوم حتى وصول الإنقاذ، سيتعين على شخص ما أن يقدم تضحية، واقترح أن تكون من كبار السن أو الأيتام. ذكر الرجل أن يي ليس لديه ارتباطات وكان مديونا، لذا استنتج أن العيش كان مجرد معاناة له. ثم اقترح أن يتخلى يي عن بطارية بدله، فضربوه بلوح وتحدوه أن يقاوم. سقط يي على ركبتيه من الألم. تحدوه أن يقاوم، ثم خنقه الرجل وهو يقول له أنه إذا تعرض للإشعاع سيستيقظ، لذا كان يمنحه يد العون. أضاف الآخر أنه إذا استيقظ يي سيصبح منقذهم. زحف يي للحصول على قناعه. أخبرهم أنه إذا استيقظ أول شخص سيقتله وهم. سخروا منه ظنا أنهم محظوظون. أمسكوا ببطاريته بعد ذلك مع يي وطلبوا من شخص آخر أن يكون التالي، فدفع رجل الآخرين كإجراء تضحية. طاردتهما المتنمران عندما حاول الهرب، فتسلق على الشاحنة. صرخ في وجههم أنه إذا ماتوا سيموتون معا. بدأ تشغيل الشاحنة وسقطت التماثيل من توازنها. تبعوه جميعا لإيقافه لأنه إذا اخترق حاجز النار عند المدخل. كانوا جميعا في ورطة وارتبكوا عندما اخترق الرجل المدخل وبدأ الكائن البشري بالدخول. تركي هناك على الأرض وسقطت التماثيل أمامه. نظر ولدنا إلى التمثال وسأل إن كان يضحك وكأنه يسخر منه. كان لهذا التمثال ابتسامة شريرة على وجهه وذكرني بالتمثال من سولو ليفلينغ. لكن بعد ثوان قليلة ظهر كائن بشري من بعد آخر وداست على التمثال وكان على وشك الإمساك بيه. تساءل يي لماذا كان عليه تحمل كل هذا بينما يد الكائن البشري تخترق جسده. تذكر الأوقات التي تعرض فيها للسخرية، مثل عندما توفي والديه ولم يرغب الأقارب في تربيته، أو عندما طرد من منزله لأنه لا يستطيع دفع الإيجار، أو أن الديون تم تمريرها إليه.
جاء بعض الأشخاص المعروفين إليه وهددوه عندما أراد التحقيق في وفاة والديه الرسائل التي أرسلها. انتهى بها المطاف في أيدي الشركة، لم يرغب في التعويض بل سعى وراء الحقيقة. قرر الرجل أن يمنحها له، وأبلغ أن والديه المدينين انتهكوا القوانين وتسببوا في الحادث، وليس فقط أنهم لا يعوضونه بل قاموا بمقاضاته من أجل الملايين التي كلفت الشركة. أغلظ قبضته فركله الرجل في وجهه، بينما أخبره أنه كان يجب عليه فقط توقيع اتفاق التعويض، وأخذ عشرات الآلاف، ولم يكن أي من ذلك ليحدث لو لم يصر على الحقيقة. كان الرجل غاضبا منه لأنه الآن مسؤول عن جمع ديونه التي لها فائدة 30,000 شهريا، والمبلغ الأساسي يجب دفعه في 3 سنوات. أخبرك أنه سيرسل شخصا في 15 من كل شهر، وإذا لم يكن لديه المال يجب أن يتوقع أن يعاملوه بعنف لقد بدا مثيرا للشفقة. لذا أخبره الرجل أنه سيعطيه مخرجا، واقترح أن يصبح عامل تعدين بين الأبعاد لأنه العمل الوحيد، حيث قد تكون لديه فرصة لسداد دينه في الوقت الحاضر، وذكر أنه ميت في كل الأحوال، لذا إذا مات لن يجعل الأمر سهلا عليهم. لم يهتم بأنه ضعيف ورفض أن يموت بهدوء. عض الوحش بكل قوته وألقى به الكائن بين الأبعاد بينما تتلاشى وعيه. يفكر كيف أن رائحة الوحش مقززة. ذكره شكل ظلي أنه كان يعتقد أن يي سيفتح نوعا من الإمكانيات، لكن اتضح أن ذلك كان مجرد كفاح بلا جدوى قبل الموت. أجاب أنه على الأقل فعل شيئا عكسه. تم تحطيم تمثال إلى قطع بواسطة ذلك الوحش كما لو كان لا شيء. أخبره أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذه إذا سلم جسده له طواعية. أجاب يي أنه غير مهتم، يفضل الموت على أن يتم التحكم فيه، خاصة من قبل وحش قبيح. ضحك التمثال بصوت عال، إنه يفضل الموت على الاستسلام، ولقب يي بالأحمق لاعتقاده أنه لديه الحق في الرفض. تم تفعيل نظام الظل، وكان الكائن البشري بين الأبعاد الذي هاجم يي متفاجئا جعل الظل يجعله يركع. كان التمثال قد استحوذ على جسد يي، وكان يأخذ انتقامه من الكائن البشري بين الأبعاد الذي داس عليه. داس الكائن الضخم الظلي عليه في هذه النقطة. كان ولدنا قد انغمر بالكامل في درع الظل. زأر كائن بشري بين الأبعاد من خلفه وقد انزعج لأنه كان صاخبا جدا. ظهر ظل على الأرض وابتلع الكائن البشري بين الأبعاد. كان الهدف التالي قد تم قطعه. كان يي يكره حقا الرائحة المقززة لهذا الوحش، وبالنسبة للنفايات البشرية كان يقيدهم، لقد خافوا منه. كان التمثال فضوليا عما سيفعله يي إذا أعطاه جسده مرة أخرى، وتوسلوا إلى يي أن يعفو عنهم. برروا أنهم كانوا يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة، وأضافوا أنه من دونهم لم يكن يي ليستيقظ. ذكروا أنهم كانوا قاسيين بعض الشيء لإيقاظه. سأل إذا كان عليه الآن أن يشكرهم جميعا. أجاب هؤلاء الرجال أنه لا حاجة لشكرهم، واقترحوا أن يتظاهروا بأنه لم يحدث شيء بينما يتركهم أحرارا. أجاب يي أنه لن يكتفي فقط بإطلاق سراحهم، بل سيساعدهم أيضا على الخروج. أخذ أقنعتهم مما جعل أولئك الرجال يسعلون دما. بمجرد أن انتهى من ذلك أقترب من الآخرين. أحد الشباب برر أنه لم يفعل شيئا بشكل غير متوقع. أعطاهم يي البطاريات من الشباب الذين قبل التمثال همس لي بأن يضع جانبا شفقته غير المجدية، لأنها ستؤدي فقط إلى مقتله. قال له يي أن يصمت لأنه لا يحتاج إلى مواعظه. التحدي من الظل له ليرى إن كان لا يزال قويا عندما يكون على حافة الموت. عندما خرج من الكهف رأى المزيد من الكائنات البشرية. لم يتوقع أن يكون هناك الكثير. خارج الكهف أخبره الظل أنه يمكنه تسليم جسده إليه، أو يمكنه التعامل مع القمامة بنفسه. لم يصدق الظل أن ساقيه كانت ترتعش بالفعل من الحشد البسيط. ذكره الظل أنه بدون قوته هو لا شيء قفز ييل لتجنب الهجوم، بينما يرد بأنه لا يحتاج إلى مواعظه. ركل مخلب الكائن البشري، ولاحظ مدى خفة جسده. حاول الكائن البشري أن يطعن به بينما هاجمه أحد تلك المخلوقات بشكل خلس من الخلف. شعر بذلك وتمكن من التهرب في الوقت المناسب.
كان بإمكانه أن يخبر أن ردود أفعاله وسرعته قد زادت كثيراً. تم السخرية من التمثال عندما كان لديه بالفعل نظام الظل، لكنه لا يزال ضعيفاً وحقيراً. جمع يي الطاقة في قبضته وأخبره أن يصمت، فتم دفع الكائن البشري بعيداً. عندما لكومو يي كان مرتبكاً عندما زادت قوته إلى هذا الحد، لكنه كان يعلم أيضاً أن استخدام جسده فقط للهجوم لم يكن كافياً لإيذائهم. تمنى لو كان لديه سلاح، وكأنه في إشارة تجمعت الظلال على راحة يده. لدهشته تشكل خنجر من الظلال، استخدمه ليرى إن كان فعالاً، فطعنوا به وتعلموا أنه يمكنه قتل الهجين أيضاً، مما جعله يفكر أنه قد استيقظ. كائن بشري وجه ضربة على ظهره، هاجمه على الفور وقطع رأسه. كان سعيداً أخيراً لأنه يمتلك القوة للرد. تلطخ الدم على الأرض وهو مستلق هناك يتنفس بشدة. قتل جميع تلك الشذوذ، ثم أخبره النظام أن تطوره كان ناجحاً. هو الآن في رتبة A. الشيء التالي الذي نعرفه هو أنه مستلق على سرير المستشفى بينما الممرضة والطبيب يفحصون حالته. أفادت الممرضة أنه ليس لديه أي إصابات على الإطلاق، وأن جميع علاماته الحيوية طبيعية، لذا كان لغزاً. لماذا لم يستيقظ بعد؟ رد الطبيب أنه من الطبيعي أن يكون ذلك بالنسبة للمرتقيين، خاصة في حالة يي التي استنفدت فيها طاقته تماماً. لذلك كان جسده بحاجة إلى التكيف مع المستوى الجديد. أصبحت الممرضة مهتمة في يي عندما اكتشفت أنه مرتقي. سألت عن مستواه. لاحظ الطبيب كيف أصبحت متحمسة، ورد بأنه سيتم اكتشاف ذلك عندما يستيقظ. أخبرها الطبيب أنهم سيذهبون إلى الغرفة المجاورة، لكنها أرادت البقاء قليلا لتحدق فيه، لأنها تجد يي وسيما. في هذه الأثناء كان الظل منزعجا مما يمتلكه. كان إنسانا من رتبة A ولا أقل، وكان يتوقع أنه مع مكانته وقوته بمجرد أن يستيقظ كان يجب أن يكون على الأقل من رتبة S أو في أسوأ الأحوال من رتبة B، ومع ذلك كان عالقا في قوقعة من رتبة E، ولكن لا يزال يجد أنه مثير للاهتمام، لأنه على الرغم من كونه من رتبة E إلا أنه فعلا أطلق قوة نظام الظل وشكل ظلا في المحاولة الأولى. كان من المؤسف أنه لا يستطيع تحمل 1/10,000 من قوته. استيقظوا يي وسألوا لماذا يتمسك به. أبلغ الظل هذا الإنسان الحقير أنه هو حاكم مطفئ الفوضى القديمة من عوالم أخرى. أمره أن يقدم له جسده، ومتى استعاد عرشه من خونة قبيلته سيكافئه بسخاء. يعتقد يي أنه يتخيل أشياء، وأضفى على ذلك أنه لا يمكن أن يعطي جسده لشيء قبيح مثل الصرصار، وقد شعر الظل بالإهانة. ثم حث يي على تقديم جسده على الفور، لأن هذه هي السبب الوحيد لوجوده. تساءل يي لماذا تمسك به من بين جميع الناس. اعتبر إمكانية يكون تملك روح شريرة، أو ربما كان مجرد معجب بجماله. نظرا لمظهر الشخص غير المستقر، كان يعرف أفضل من أن يستفزه في إحدى اللحظات، حتى أنه خشي أن يحاول الرجل فرض نفسه عليه شيئا اعتقد أنه يمكنه التعامل معه. ما أزعجه حقا مع ذلك هو عدم معرفة جنس الكيان. كان لديه الكثير من الأفكار المتطفلة، وبدأ ذلك يزعج الظل. سأل الظل عما كان يفكر فيه من هراء، ندم على اختياره. لذلك الإنسان من رتبة E لو لم تكن الحالة عاجلة لكان قد اختار كلبا قديما بدلا من إنسان من رتبة E. أخبره الظل أنه لديه 3 أيام، وإذا لم يصل إلى رتبة D خلال 3 أيام فسوف يمحوه تماما. شعر يي بالارتباك لأنه مما علمه. كان في مستشفى، ومع ذلك ألقت به هذا الظل في بوابة. أخبر الظل يي أنه في عش الحشرات. تجربة رتبة لعرقه داخل بوابة العالم الآخر. أخبره أن كل عضو من عش السماء يمكنه المحاولة مرة واحدة فقط بعد بلوغه سن الرشد، ولأن الظل قد امتلك يي فإن ذلك جدد عدد محاولاته. ظهر خنفساء مدرعة تفاجأ يي لأنه يعرف تلك الأنواع. أخبره الظل أن نظام الظل الذي حصل عليه يقرأ من قاعدة معرفته توقع منه أن يعتاد عليه. في النهاية فكر ولدنا في نظام الظل، ثم أخرج خنجره وشرع في تقطيعه.
تفاجأ بسرعته، هست الخنفساء بغضب، عرف نقطة ضعفه واستهدفها، قفز عاليا حتى يتمكن من ضرب ظهر الخنفساء. بعد ذلك هبط خلفها. هاجمت الخنفساء على الفور، كان عليه أن يغرس خنجره في الأرض ليجد موطئ قدمه. لم يتوقع أن يكون درعها صلبا. قال له الظل إنه عديم الفائدة، ثم سأل إذا كان يمتلك فقط القوة الغاشمة. أجاب أن كيف يقاتل ليس من شأنه. حذر الظل من أن لا يأتي يتوسل للمساعدة. عندما يخسر بدأ يشعر بالانزعاج. تساءل عما إذا كانت للخنفساء نقاط ضعف حقيقية. لقد صد الهجمات وأطلقه بعيدا. اصطدم بجدار ولاحظ سائلا لزجا على كتفه. ظل أخبره أن يقوم. رأى أن هذا من جرح الخنفساء وكان دمها. ابتسم عندما وجد نقطة ضعفها أخيرا. هاجمت الخنفساء بشراسة. كان مصمما على إظهار من هو الجبان الحقيقي. كانت الظل متفاجئة لأنه استخدم عين الظل. استطاع قطع بعض الأطراف وسخر منه الظل بسؤال: ما فائدة كسر ساق واحدة فقط؟ أجاب أنه بدون واحدة من الأرجل الأمامية للدفاع سيكون من الأسهل بكثير أن يضرب نقطة ضعفه، وكان يحتاج إلى سلاح أكثر فعالية. لذلك حول خنجره إلى رمح طعن أسفل الخنفساء ليجبرها على النهوض. كان يعرف سبب عدم حركة الخنفساء، لأن نقطة ضعفها هي بطنها. كان مرهقا لكنه انتصر. سقطت الخنفساء بلورة. سخر منه الظل لأنه كان يلهث من قتل مجرد حشرة درع من رتبة إي. فجأة شعر بتدفق من القوة يدخل جسده. امتص البلورة وأدرك أنها حزمة إكس. أخبره النظام بزيادة 20% للتقدم إلى رتبة دي. أخبره الظل أنها حجر طاقة ولديه فرصة لزيادة مستوى قدرته. كان يشعر أن شيئا ما يقترب، لكنه لم يستطع رؤية أي شيء. اقترح الظل أن يستخدم عين الظل للنظر. سأل عن ماهية المهارة. أخبره الظل أنه يحتاج فقط إلى تركيز طاقة ظله في عينيه لتفعيل مهارة عين الظل. اتبعوا ونشطوا بنجاح. عين الظل المستوى 1. ألقى المخلوق أشواكا عليه. كاد أن يصاب عندما علق الشوك على صخرة. أنبعث منه مادة خضراء رغوية. سأل عن تلك الرماح. استطاع أن يشعر بالهجوم مرة أخرى. كان رشيقا ومرنا بما يكفي لتجنبه. تساءل إن كانت عين الظل معطلة لأنه لم يستطع رؤية بوضوح. رد الظل أنه ليس لأنها غير فعالة، بل لأنه ضعيف جدا. عند سماعه ذلك قرر جمع المزيد من الطاقة. كان الظل مسرورا بأن وهو من رتبة الصغيرة يستطيع التلاعب بطاقات الظل بهذه المهارة. في النهاية رأى أن هناك خنفساء سيف متشابكة تعرف باسم حاصد الرأس، وإطلاق الشوكات التي تتخصص في اللدغات السامة بعيدة المدى. تلك المخلوقات كلاهما من رتبة إي. كان الظل قادرا على معرفة أنه قد تكيف بالفعل مع قاعدة المعرفة، لكن رأى أن هناك العديد منها. كانت الوحوش في كل مكان. تذكر قول إنسان أنه عندما يرون صرصارا واحدا فهذا يعني أن هناك الكثير منها في الزوايا المظلمة. مدح الظل لعثوره على موقع جيد. لتجنب أن يتم محاصرته حدق فيهم وهو يحمل خناجر في كلتا يديه، ثم أطلق طاقة قوية بينما يصرخ في تلك الوحوش لتبتعد. كان الظل معجبا بأنه قد استيقظ بالفعل. الشكل الثاني من عين الظل كان مفاجئا لأنه كان مجرد رتبة A في مستوى عين الظل 2. أصبح الظل تلميذه، وكل نبضة قلب لعدوه هي نذير موت. أظهر النظام إحصائياته أنه من رتبة E مع نظام ظل، وقدراته هي قاعدة معرفة الظل. عين الظل مستوى 2 وتحول الظل. لاحظ أن حركة الخنفساء قد تباطأت. كانت قد تباطأت بمقدار النصف على الأقل. استطاع رؤية بعض البقع الأرجوانية على جسدها وتساءل إن كانت تلك نقاط ضعفها. أبلغه النظام أن الضعف قد تم تسجيله. أخبره الظل أن هذه هي فائدة عين الظل. عند الوصول إلى المستوى 2 بمجرد أن يكتشف نقطة الضعف يمكن لهجماته أن تخترق دفاعها. أدرك أن هؤلاء لديهم نقاط ضعف. من تحت استخدم هجوما يسمى شوك الظل العظيم، حيث ظهر الظل من الأرض وشكل أشواكا طعنت الخنافس. هذه التقنية تدفع الظلال إلى الأرض ثم تخترق لأعلى مما يسبب ضررا في المنطقة.
النظام يخبره باستمرار عن تقدم اختراقه. أدرك أن كل جهاز عرض يمنح فقط 70% من قيمة الاختراق. بما أنه اكتشف نقاط ضعفهم، قرر إنهاء الأمر بسرعة. قرر القضاء عليهم جميعا دفعة واحدة بينما يقطعهم. النظام يعلمه باستمرار عن تقدم اختراقه. لم يتوقع أن مجرد عين الظل مستوى 2 ستعزز دقة هجماته بهذا القدر. فجأة اندفع نحو وحش أخضر طويل ورفيع. اعترف الظل بردود أفعاله السريعة، لكنه شعر بالسوء لأن عقله لم يستطع مجاراته. عندما نظر جيدا أدرك أنه كان خنفساء سيف الانتقال. تفاجأ الظل بأنه حول خنجر الظل إلى صوت. هست الخنفساء عندما لف الظل حولها. تحداها أن تحاول القفز مرة أخرى، ثم قطع رأسها. تم تسجيل نقطة ضعف هذه الخنفساء بواسطة النظام. أطلقت الخنافس الأخرى أشواكها نحوه بشكل متزامن. جعل الظل يتحول، ثم اندفع نحوهم مستهدفا مؤخراتهم. أبلغ النظام عن تقدم اختراقه من رتبة الدي ليكون 12%. صنع عدة حبال من الظل وسحب تلك الخنافس ذات سيف الانتقال. علق الظل أنه أخيرا يبدو كشخص يستحق القوة حتى لو كانت وضعية غير جميلة قليلا. الهدية الممنوحة من عين الظلال تعزز حواسه وردود أفعاله وقوته وتحكمه في الظلال، ومن هنا جاء اسم هدية عين الظل. زاد تقدم اختراقه من رتبة دي إلى 34%. لكن هدية عين الظل تستهلك أيضا كمية هائلة من الطاقة العقلية. إنه الثمن الذي تطلبه عين الظل. كان الظل قادرا على أن يخبر أن يوصل إلى حدوده. تبلرد رؤيتي تمسلاش بواسطة خنفساء تسللت خلفه، لكنه يرفض السقوط هناك، خاصة عندما أصبح لديه أخيرا القوة للانتقام لنفسه. ظهر مؤقتا عند 1-5-2-8-4-2. فكر في أولئك الأوغاد من مجموعة النام الذين تجرؤوا على تغطية الحقيقة حول وفاة والديه وأجبروه بلا خجل على التعدين لسداد الدين. استمر تقدمه في النمو حتى مع انزلاق الوقت، ولكنه دفع من خلاله، مدفوعا بالقوة التي يمتلكها الآن لتغيير كل شيء. أقسم ألا يستسلم أبدا، وسينتقم لنفسه، وسيسحب أولئك الأوغاد المتعجرفين إلى الجحيم. أقسم أن يجعلهما يركعان ويتوبان عند قبر والديه. في هذه المرحلة الوقت المتبقي له هو 2:15 ثانية، ونسبة تقدمه في تصنيف دي هي 95-40%. كانت الظلال تراقب كراهيته التي تتماشى بشكل جيد مع نظام الظلال، بل إنها تغذي طاقة الظل. كان الوقت الموعود قريبا، لذا قال له أن يتعجل، واستمر المؤقت في العد حتى تبقى 7 ثوان فقط. لاحظ الظل أن يي كان يخطط لإطلاق كل تلك الطاقة الظلية دفعة واحدة. سأل إن كان لا يخاف من أن ينفجر جسده. تبقى فقط 3 ثوان. كان قليلا أكثر حتى يتجاوز، وكان مستعدا لفعل أي شيء ليصبح أقوى. تبقى ثانية واحدة وأطلق طاقة قوية، وفي النهاية وصل المؤقت إلى الصفر. قفز عاليا بينما سيفه أطلق طاقة قوية في تلك الضربة القوية الواحدة. هزم جميع تلك الحشرات ووصل إلى معدل تخطي 100% في مستوى دي، وبهذا تمت ترقيته إلى مستوى دي. كان مرهقا، وسخر منه الظل بأنه بالكاد تمكن من ذلك، لكنه الآن سيطلق عليه لقب دي الصغير. نظر إلى الجثث ورأى سلاحا، فشرح له الظل أن عش الحشرات كان في السابق ميدان تجربة للمبتدئين. لشعبه الخنجر وفق المعايير الإنسانية سيكون في مستوى. كان يي مرتبكا لأنه أطلق عليه لقب خنجر، بينما هو سيف عظيم. جعله يسأل إن كان جميع أفراد شعب الظل من العمالقة، فرد الظل بأنه بالمقارنة مع طاقته تلك الأسلحة لا شيء. لم يتفق مع ذلك، فقرر تخزينها بعيدا. سأل الظل إن كان يمكن استخدامه لشيء آخر، فأجاب أنه سيبيعه، لكنه كان يعلم أن فقط المستيقظين من مستوى دي يمكنهم بيع المعدات، لذا خطط للتوقف أولا في قاعة التسجيل. في القاعة لم يصدق أنه رتب في مستوى إي. شرحت له الموظفة أن حتى عندما تكون إحصائياته الجسدية جيدة لا يوجد تذبذب طاقة قابل للاكتشاف، لذلك تم تصنيفه في مستوى إي.
وسجل أنه قاصر. لذا يحصل المتقدمون في مستوى على زيادة في الراتب بنسبة 15%. وعندما غادروا القاعة قال يايا بسخرية أن نظام الظل لا مثيل له، فرض الظل بأنه إدراك الإنسان المحدود الذي لا يمكنه اكتشاف طاقة الظل. وعند التفكير في ذلك أدرك يا أن كونه غير قابل للاكتشاف هو أمر جيد، لكنه يجعل بيع المعدات أكثر صعوبة قليلا في السوق السوداء، حيث تحدث جميع الأمور المشبوهة. علق الظل أنه مناسب لنظام الظل. دخل يايا بهدوء ولم يلاحظ الرجال الذين يتحدثون عنه في البداية، حتى أشار أحدهم إلى ذلك. علق الظل بأن البشر مضحكون يضعون بعض الأحجار الكريمة على الحديد ويسمونه معدات إلهية. فجأة شعر بالأسف لي وطرد رجل ياي بعيدا، نظر إليه بازدراء بسبب كونه قاصرا، وافترضوا أن ياي لا يستطيع دفع ثمن أي شيء. سأل ياي إن كان هذا هو كيفية معاملته لزبائنه. الرجل شكك في كونه زبونا وسأله عما يمكنه تحمله. أخبره بطل القصة أنه لا يريد أغراضه على أي حال. كشف عن السيف العظيم وطالب خبيرهم أن يرى كم يساوي سيفه. ظهرت امرأة تتشبث بذراع رجل وسألت لماذا أحضرها إلى مكان ذو رائحة كريهة. الرجل هو جو تينغ من المستواد، والمرأة هي سو تيشينغ مدنية. ترك البائع وذهب ليشغل الشاب ماستر جو وسأله إذا كان لديه شيء جيد ليبيعه. رد تينج أنه حصل على سيف جيد من بوابة العالم الآخر وأنه يخطط لبيعه حتى يتمكن من شراء سيارة جديدة لصديقته. تعرف البائع على أنه سيف عوائل رياح. السلاح يأتي مع تعزيز للهجوم. كان عنصرا شائعا بين المستوى. تعرفي على سو تشنوغ. شعرت بالرعب لرؤيته عندما توفي والديه ولم يحصل على أي تعويض. تركته كانت قاسية في آخر لقاء لهما. سألها تينغ إذا كانت تعرفه. أنكرت معرفته وكذبت بأنه معجب بها لأنها مؤثرة. أنزعج تينغ من ياي وأهانها بدعوتها للقمامة. أخبرها أن موقع جمع القمامة في نهاية الشارع، لذا يجب عليه أن يأخذ قمامته هناك قبل أن يغلقوا. صرخ في وجهه ليبتعد. حاول مهاجمة ياي بالسيف لكنه أصاب السيف العظيم بدلا من ذلك. اتسعت عينيه عندما رأى أن سيفه تحطم. أخبره ياي أن سيفه هو القمامة الحقيقية. سألت شينغي كيف حدث ذلك عندما أخبرها أن السيف يقطع مثل الطين وكان يستحق الكثير. أنزعج تينغ وهاجم ياي بالكمة. لاحظ ياي أن تينغ كان بطيئا جدا. انحرف لتجنب أن يضرب. علق تينغ أن مهاراته ليست سيئة. هاجم مرة أخرى واستمر في الهجوم، بينما يي يتجنب كل ذلك بسرعة. في رأس يي الهجوم أبطأ بكثير من التجارب في عش الحشرات. بينما كان تينغ يبدأ في الانزعاج لأنه اعتقد أن يي مجرد عامل منجم، لكنه لم يستطع حتى ضربه. على الرغم من أنه في المستوى ده شد قبضته، شكل يي ظله مع صوت ولف حول قبضة تينغ. صرخ في وجهه أن العامل المنجم يجب أن يزحف إلى المنجم. سأل إذا كان يجب على الكلب أن يزحف مرة أخرى على السطح. جذبه بصوت الظل وجعل تينغ يسقط على الأرض. شعر تينغ بالقلق عليه وسخر منه بالقول إنه يحب أن يكون كلبا. زاد غضب تينغ واندفع نحو يي بشكل غير متوقع. دخل رجل مع حارسين وأمرهم بالتوقف. تفاجؤ تينغ لرؤية رئيس وأنغ هو في المستوى دي والمشرف. أخبر تينغ أنه حتى لو كان زبونا قديما فإن القتال في متجره يتجاوز الحد. دافع تينغ بأن العامل المنجم اللعين هو من كسر سيفه، ولهذا حدث ذلك جذب العامل انتباه وانغ. سأل إذا كان سلاح تينغ قد تحطم حقا بيده. أوضح يي أنه هو من هاجمه أولا، لذا إذا كسر سيفه لم يكن ذلك خطأه. سأل وانغ إذا كان هذا هو الحال حقا، ثم همس أن السيف في يد الطفل لا يبدو عاديا. سأل إذا كانت نفس القاعدة تنطبق. وافق تينغ على ذلك لأنه سيحصل على المال والبند للوانغ. أخبر وانغ أنه سيتصرف كوسيط. سأل إذا كان يمكنه إلقاء نظرة على السيف أولا، وعندما أمسك به تفاجؤ. كان وزن السيف أكثر من 100 رطل وقد رفعه يي بسهولة، مما جعله يتساءل إذا كان يي متقدما. قرر أن يختبر حدوده أولا.
سأل يي من أين حصل على السلاح. استفسر يي عن متى بدأ السوق السوداء في التحقق من هويات المالكين وأصول العناصر. أجاب أنه كان فضوليا فقط، وإذا لم يرغب يي في قول ذلك فلا بأس. أجاب يي ببساطة أنه التقط السيف أثناء التعدين. أكد وانغ أنه مجرد عامل منجم عادي. فحص السيف وأكد أنه قوي لكنه لا يملك سمات إضافية، وفي أحسن الأحوال لا يتجاوز قيمته بضع مئات، بينما إذا لم يكن سيف تنغ مكسورا لكان سيصل إلى أكثر من مليون. أخبره وانغ أنه بما أنه مجرد قاصر فلا بد أن حياته لم تكن سهلة، لذلك سيشتري السيف له وسيتعين عليه تعويض تنغ بمليون وسيتكفل بالباقي. جعله يبدو وكأنه يقدم لي خدمة، وأكد أنه كان عمله الجيد لهذا اليوم، ثم سأل تونغ إذا كان يوافق. وافق تنغ على الشرط منذ أن تدخل تشينغ، وأخبرته أنه لا يمكن لقاصر أن يمتلك مليوني، وذكرته بأنه وعد بشراء سيارة لها همس تنغ لها أن بيع أعضائه سيجلب لهم مليوني، وبذلك وافقت تشينغ على خطتهم. كان بإمكانه أن يخبر أنهم قد خططوا لذلك جيدا. تحدى وانغ إذا كان لديه مشكلة ابتسم وأخبرهم أن الشخص الذي لديه مشكلة لم يكن هو فقط. ثم بدأ بإصدار هالة الضلال من حوله هاجم رجال وأنغ لإعاقته. صرح أن القتال بلا جدوى لا يستحق وقته، واقترح أن يتوجهوا إلى غرفة الانتظار وينتظروا. وافق تنغ على ذلك، لكن لدهشتهم طار رجل أمامهم. ذكر وانغ هذا الرجل المسمى بياو أن يكون حذرا، لأنه إذا كسر البضائع فلن يستطيع دفع ثمنها. ركل يي الرجلين الآخرين. طار أحدهم نحو تنغ، ركل الرجل قبل أن يصطدم به. علق أن العمل في المناجم ساهم في بناء قوته. قال يي له أنه دوره الآن. تساءل تشينغ متى أصبح جيدا في القتال وهو قاصر. اعترف تنغ أن حركاته ليست سيئة ويمكنه هزيمة بعض الأشخاص العاديين، لكنه صرح أنه أمام متقدم من رتبة دي لا يزال مجرد قمامة. رفع يده وصفع وجهه بشدة. أغضبه ذلك لأنه حتى والده لم يجرؤ على ضرب وجهه. أقسم على قتله. ألقى شعاعا في طريقه وصده يي بيده فقط. انحرف عنه بشكل جيد. جعل تنغ مرتبكا حول ما يحدث. وصف أنه كأن هناك جدارا غير مرئي. قال يي له أنه بما أن والده لم يضربه فسيفعل الشرف بتعليم هذا الفتى الناكر للجميل درسا. كان تنغ خائفا وصاح به ألا يقترب أكثر. لم تصدق تشينغ أن تنغ المتقدم من رتبة دي يمكن أن يخسر أمام قاصر. شكل يي الظل إلى شبكة عنكبوت حيث وقع تنغ وتشينغ فيها. أدرك تنغ أن يي لم يكن مجرد قاصر. سأل إذا كان من رتبة سي أو بي، فأجاب ببساطة أنه قاصر من رتبة إي معتمد من النقابة. لم يصدق تنغ ذلك، فرفع يده وأصبح تنغ متوترا. صرح تنغ أنه عضو في عصابة البانثر الأسود، وإذا لمسه فسيتعارض معهم. كان يعلم أن العصابة كانت مقرضة. رد تينغ بالموافقة، ومع ذلك لم يتردد في لكمه باستمرار بينما صرخ تشينغ بصوت عال. أثر اللكمة دفع تينغ إلى الجدار وسعل دما. أخبرهم أنه يكره المقرضين أكثر من أي شيء. هاجم وانغ من الخلف دفعه بعيدا بينما يخبره بالرحيل. حاول تينغ تسوية سوء الفهم بمبلغ 100,000 يوان. سأل إذا كان ذلك يعني أن وجهه لا يستحق سوى 1000 لكل صفعة. عرض تينغ عليه 1,000,000 فقط ليتوقف عن صفعه. كان يعلم أنهم يحبون فرض فائدة مرتفعة، لذلك أراد أن ينطبق ذلك عليه أيضا. أخبره أن 50 صفعة السابقة كانت مجرد فائدة، والآن سيقوم بفرض المبلغ الأساسي. أظهر له تينغ بطاقته السوداء وعرض 5 ملايين. أخبره أن يأخذ كل ما لديه. رأى بطلنا أن البطاقة كانت بطاقة فيب لمجموعة نم. أدرك أن الذين يجمعون ديون مجموعة نم ويجبرونه على العمل في المناجم هم أشخاص مثله. بعد أن علم بذلك قرر أن يترك تينغ ويجذب الأفعى من جحرها. أخذ البطاقة بينما يقول إن عصابة الفهد الأسود قد استنزفت منه الملايين على مر السنين.
لذا مع أخذه البطاقة كان كأنه يعيد المال إلى صاحبه الشرعي. ساعة شينغ تينغ على النهوض بينما تسأله إذا كان بخير، وأشارت إلى أنها ذكرت أنه مجرد قاصر. جادلت بأنه لم يكن لديها وسيلة لمعرفة أنها أصبحت قوية، فصفعها واتهمها بأنها قالت إنه قاصر مما تسبب في فقدانه. حذره، كان يعلم أن أمواله ليست سهلة الأخذ. اتصل بشخص ما. الرجل على الخط الآخر أنهى للتو ضرب الناس وأجاب على مكالمته. اتصل يينغ بأخيه بنثر ليخبره بأنه يحتاج للدفاع عنه لأنه مؤخرا سرق أحد السيوف النفيسة الذي كان ينوي تقديمه له، وهدده حتى بمسح عصابة الفهد الأسود عن الوجود. طلب بنثر منه إرسال معلومات عن الرجال. أبلغت خدم بنثر أنهم حصلوا على العنصر، وسأل أيضا ماذا سيفعلون مع هؤلاء الأشخاص. سأل بنثر إذا كان هناك أي أشخاص هناك هم لا يرون هؤلاء الأشخاص كالبشر، فأجابوا لا، وقطعوا الجثث إلى قطعة. قال بنثر للرجل إن الطفل الذي أبلغه تينغ هو الآن ملكه. كان هناك إدخال في قاعدة معرفة الظل، وهو عن مجموعة نية، إنها شركة متعددة الجنسيات ضخمة، وهي الجاني الرئيسي وراء وفاة والدي. في اليوم التالي في النقابة اقترب رجل من يي ليطلب منه إذا كان بإمكانه مساعدته في أي شيء. إجاب يي بأنه يبحث عن مهمة تناسبه ويصنف المتقدم. الرجال الآخرون الذين سمعوه أخبروه أنه في المنطقة الخطأ، لأن أدنى مستوى من المهام هناك هو تصنيف D، وضحكوا عليه قائلين أنه يحاول قتل نفسه، بينما قال آخر أنه من المضحك أن يتحدث أحد من تصنيف E بتفاخر. أضاف شخص واحد أن تصنيفات E تعتمد عليهم مثل الطفيليات. أخبروا يي أن يغادر وينتظر خارجا للفرقة التي ستحتاج إليه، وتفاعل الحشد. يقول إنه يجب أن يكون عند المدخل بجانب كومة القمامة، لأن القمامة يجب أن تبقى قمامة. كان يي غير سعيد بأن ال5 ملايين التي حصل عليها قد أخذت منه على الفور. كانت أولويته الآن هي الحصول على مهمة. دخل شخص ما وشعر الجميع بضغط هائل. مع ذلك الضغط قدروا أن الشخص على الأقل من رتبة B جعلت هالة الرتبة B من الصعب عليهم التحرك. كانت المرأة ذات شعر فضي وآذان قطط وهالة حمراء حول جسدها. ظل يي صامتا، بينما كان الآخرون يتكلمون عن سبب وجود رتبة B هناك في ذهن يي. على الرغم من هالتها الرقيقة كانت تبدو كفتاة غنية، ولم يشعر بأي نية للقتل. تساءل إن كانت تخفيها فقط. لاحظ التناقض بين البذخ والكد. أعلن رجل يرتدي قناعا أسود أن مهمة الرتبة D في هاوية الوحوش تحتاج إلى تقدم من رتبة D للعمل كعامل منجم. سأل إن كان هناك أي شخص مهتم. لاحظ الحشد يي غير متأثر تماما بالهالة، بينما كانت ركبهم ترتجف بالفعل. توقعوا أن رتبة كانت ستقع على الأرض بالفعل، لكن يي حتى تقدم خطوة للأمام أدرك أنه الوحيد الذي فعل ذلك. لاحظت المرأة أيضا أنه غير متأثر تماما على الرغم من كونه عامل منجم. تعرف موظف النقابة على المرأة تشين من شارع لونغوين الثالث أخبرها أنه يوجد الكثير من رتبة D حوله، لكنها رفضت وأخبرته أنها ستأخذ يي. تفاجأ موظف النقابة وأخبروها أنه مخالف للقواعد لأنه لم يقف في الصف للتسجيل. رمقته بنظرة حادة أثناء إخبارها له أنها هي القاعدة، وأعادت التأكيد أنها ستأخذه. لم يكن أمام الرجل خيار سوى الرد بنعم. تبع يي المرأة. لم يصدق موظف النقابة لأن هذه كانت المرة الأولى التي يراها شخصيا. اختر شخصا جعله يتساءل عن قصة العامل المنجمي. بعد بضع ساعات ظهر وحش ضخم عضلي ذو قرون. عزف البارد على مزمار في حفلهم. كان لديهم مقاتلون أماميين وموزع ضرر ودعم. كانت فرقة متوازنة جدا في ذهن يي. لم تكن مخلوقات المينوتور مشكلة كبيرة. راقبهم أثناء القتال، وكان بإمكانه أن يخبر أنهم في انسجام، خاصة أن رتبة B كانت تقود الفريق. كان بإمكانه أن يخبر أن الأمور تسير بسلاسة، لكنه استخدم عينه الظلية ووجد مخلوقات المينوتور تحتها تتجاوز معايير الرتبة D. تساءل لماذا لم يشعر الآخرون بذلك. أخبره الظل أن عينه الظلية قد وصلت بالفعل إلى المستوى 2.
وإدراكه الحسي يتفوق بكثير على أولئك القمامة. كان يي يعلم أنه حتى لو لم يشعر الآخرون بذلك، فإن الفتاة الغنية من رتبة بيجب أن تكون قد لاحظت ذلك. تساءل إذا كانت قد لاحظت ذلك وأخفته عمدا لسبب ما. أبلغ البارد تشين أن عرق الكريستال النجمي الذي تبحث عنه كان هناك. أخبرته بأن يأتي معها، وإدراكه الحسي يتجاوز بكثير إدراك أولئك القمامة. كان يعلم أنه حتى لو لم يشعر الآخرون بذلك. الفتاة الغنية من الفئة بي تساءل إذا كانت قد لاحظت ذلك وضربته عمدا لسبب ما. أبلغ البارد تشين أن عرق بلورة ضوء النجوم الذي تبحث عنه كان هناك، وأخبرت المنجم أن يرافقها. لم يكن يستطيع تصديقها. كانت تعلم أن الأمر خطير، لكنها سحبت المنجم معها بينما استمروا في المضي قدما. لاحظ أن الهالة أومينس كانت تزداد قوة، مما جعله يتساءل إذا كانت لا تهتم إذا مات المنجم أو زملاؤها، أم أنها تعتقد أن قوتها من الفئة بوحدها كافية لإبقاء الجميع على قيد الحياة. اهتزت الأرض، ثم فجأة سقط يي وتشين في حفرة، ولحسن الحظ هبطوا بأمان على الأرض. لاحظ يي شيئا في الأمام. كان هناك إنسان وحش من رتبة داء. رأيتها تسحب سيفها، وقد توقع حركتها. تشكلت عيون حمراء أمامها، لكنها لم تتحرك. تراجعت خلفه وأخبرته أنها ستغطيه، لذا يجب أن يذهب. كان علي أن يذكرها أنه مجرد مبتدئ. أحمرت وجنتاها وضعفت ركبتيها، وأخبرته أن يخرج هناك. لم تصدق هي من رتبة باء، لكنها لن تقاتل وتتوقع منه، وهو من رتبة أن يتعامل مع الأمر. لم يكن لدى أي دافع للمخاطرة بحياته، خاصة عندما يحصل على أجر مبتدئ فقط. لكن بعد ذلك وعدته ب1,000,000 إذا هزمهم. رد بأنه من أجل المال سيفرض على نفسه. أخرج خنجره ليبدأ في العمل. هاجم 3 مينيورز معا. انخرط أحدهم معه بينما جرى الآخران بجانبه. استهدفوا تشين، مما جعل تقلق من أجل مليونها. أنشأت هالة حمراء حولها وطردتهم بعيدا. لم يتوقع أن يكون لديها حركة مثل هذه. اعترف بأنه أساء تقديرها. قفز مينيور نحوها. هرع يي لمساعدتها وشق الوحش بعيدا. سخر منها لامتلاكها وجه يجذب الكراهية، لكن عندما تحقق منها كانت قد بدأت بالفعل في الهرب. شق طريقه عبر المينيورز بينما يخبرها أنها بلا أمل. كانت تلهث من الجري بسرعة. توقعت أن تكون في أمان بالفعل، لكنها لم تكن تعلم أن مينيور كان خلفها. استدارت ودهشت لرؤيته. تساءلت لماذا لم يكن خائفا منها. رفع المينيور سلاحه الخشبي. وجد أنه غريب أنها لا تقاتل رغم أنها تمتلك القدرة. تألق سوارها وخلق حاجزا حولها وطرد المينيور بعيدا. انكسر سوارها. أدرك أنه كان تعويذ حماية، وأن حركتها السابقة لم تكن من قوتها الخاصة. سألها إن كانت من نوع المتقدمين غير القتاليين. شعرت بالخجل عندما أجابت بنعم. أخبرته أن يحتفظ بذلك سرا. رد أنه سيتطلب منها دفع ثمن إضافي. وصل مينيور آخر. سأل لماذا كان يهاجمها فقط. تم تفعيل مستوى العين الظلي، ورأى ظل شخص ما في الواقع أخفى وجوده، ولهذا لم يشعر به في البداية. كان سلوك المينيور غير الطبيعي متأثرا بتلك التذبذبات الغريبة. نادت تشين عليه عندما اقترب مينيور منها. شق رأسه، لكنه كان في مأزق عندما تجمعت المزيد من المينيورز. لم يستطع استخدام مهارات منطقة، لأن تشين قد تكون قد تأثرت بذلك، وإذا لم ينتهوا منهم جميعا قريبا سيتعب في النهاية. نظرا لأن الهدف كان تشين، قرر أن يسلمها لهم. أخبرها أن نظرا لأن كل من تعويذة الحماية الخاصة بها قد استخدمت وهي من نوع غير القتالي، من الأفضل أن تكون حذرة لتجنب أن تفاجأ. ذلك جعلها تشعر بالخجل. لم تكن تصدق أنه قال ذلك بصوت عال. ظهر ظل خلفها. الرجل شهري خنجره. كان قلقا من أن يفسد ماينر بسيط خطته، لكنه لا يزال وجد فرصته لقتلها. أراد الرجل إيذاءها بسبب والدها. شقها، ولكن قبل أن يصل هجومه يي قد قطع ذراعه بالفعل. طوال الوقت لم يكن شين يدرك أن الرجل كان باردا. لقد تفاجأ. أخبر يشين أن البارد استخدم الصوت تحت الصوت للتحكم في المينوتور للهجوم عليها.
كانت متفاجئة أن لودن ضحك لودن على إهماله بالسقوط في أيدي ماينر. أخبره أنه لم يربح بعد. جمع الطاقة الحمراء من المينوتر وشكل مينوتر ضبابي عملاق أحمر. أراد أن يظهر مدى رعب نوع التحكم. من الهالة استطاع ياي أن يعرف أنه من الفئة سي. تفاجأ شين أن لودن امتص قوة الحياة من إنسان الوحش ليقوي نفسه. فجأة ظهرت حمم على الأرض تشكك أنه يترقى إلى مينوتر حمم من الفئة سي. لم يصدقي أنه من الفئة دي أصبح فجأة من الفئة سي. كانت المحادثة مشتعلة لدرجة أنه شعر بالنقص. ظهر مينوتور حمم من الفئة سي أمام يي وشين وكلاهما من الفئة دي. زأر المينوتور بصوت عال وهاجمه. يي حجب هجومه بإنشاء حواجز، وكان هجومه التالي انفجارا قويا. كانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها القوة التدميرية من الفئة سي. ذابت حاجزاته. لاحظ شين أنه تلقى بعض الحروق. رفع المينوتور فأسه قبض يي على يد شين وسحبها بعيدا. كانت متفاجئة عندما اقترب الفأس من وجهها، لكنها أدركت بعد ذلك أنه لا يستطيع الحركة. كانت حركته مقيدة بحبل الظل. سألتي إذا كان من نوع التحكم أيضا. أخبرها أنه لا يمكنه تقييده لفترة طويلة، لذا من الأفضل أن تهرب. أمرها بالركض بأقصى ما تستطيع بمجرد دخولها المتاهة. كانت محتارة أنه لا يأتي معها. أجاب أنه يجب عليه كسب الوقت لها للهروب. شعرت بالقلق عليه. أخبرها أن تختبئ جيدا وسيسعى للعثور عليها قريبا، ليس لأنه يهتم بها شخصيا، ولكن بالنسبة له هي استثمار بقيمة $1,000,000. بلودين الذي أصبح مينوتور حمم بحث عنها ظهر يي خلفه. سأل أين أخفى شين، ثم هاجمه بفأسه. اقترح يي أن يخمن. تفاجأ لودن عندما ظهر يي خلفه وشق ساقه، لكن يي كان مفاجئا لأنه لم يكن حتى الشقوق في الصخر يمكن اختراقه. ضحك لودن عليه لأنه كان غبيا، لأنه استخدم خنجرا على الحجر. ثم قام بالهجوم المضاد بالكما. واجه يي صعوبة في التعامل مع مساحة الحمم الكبيرة. قرر استدراجه إلى مساحة مفتوحة. ركضوا ولحق به لودن. بينما يندفع لودن للأمام، سأل إذا كان الركض هو كل ما يمكنه القيام به. فعل يي عين الظل يعتقد أنه بغض النظر عن مدى قوته لا يزال هناك نقطة ضعف. خطط لودن لقتله أولا، ثم سيبحث عن شين صرخ عليه ليموت. وجد يي نقطة ضعفه، استهدفها، ركز عليها. أخبره لودن أنه يعرف ما الذي يفعله. أضافوا أن حيله الصغيرة لا تفيد بشيء. كان يي مذهولا بقوته الرائعة ولم يصدق أنها مجرد تصنيف سي. كان مدعوما على الجدار واندفع لودن نحوه مباشرة، لكنه فقط وقف هناك كي ينتظر اللحظة المناسبة. كان لودن مسرورا لأنه لم يعد يركض، ووجد الأمر مضحكا أنه يحاول مهاجمته مرة أخرى مستخدما خناجره. صرخ أن قطعة المعدن المهملة لا يمكنها إلا دغدغته. انتظر يي أن يهاجمه مرة أخرى، وفعل. وقد منح ذلك يي الفرصة لاستهداف نقطة ضعفه. كانت في وسط ظهره، لكن بعد ذلك أضاءت بشدة. تفاجأ يي. كانت البقعة مثل الحمم في ظهره ساخنة لدرجة أن طاقة الظل لم تستطع حجب حرارتها بالكامل. علق يي أنه أذكى مما كان يعتقد. أدرك أن الشخص يعرف كيف يحمي نقطة ضعفه. لم يكن لدى لودن أي فكرة عن كيفية اكتشاف يي ذلك، لكنه أكد أنها نقطة ضعفه، وكان واثقا من مشاركتها، لأن معرفته بذلك لا تفيد يي على الإطلاق، حيث أن درجة حرارة تلك البقعة تتجاوز 1000 درجة مئوية. تفاوض قائلا إنه إذا كشف عن مكان ذقنه فإنه سيمنحه حياته. رد يي بأنه لا يثق في الأوغاد الخائنين الذين يبيعون أقرانهم. أغضب ذلك لودن. صرخ بصوت عال: لديك رغبة في الموت. هاجم لودن مستخدما فأسه. تحدى يي أن يتوقف عن المراوغة إذا كان لديه الشجاعة. جعل ظله يتحول إلى شفرات سلسلة، فتفاجأ لودن، لذا سخر منه لأنه يتجنب الهجمات أيضا. وجد الفرصة وجعل الظل يتحول إلى حبل. استهدف نقطة الضعف. كاد ظله أن يصيبه لكنه ذاب. بدأ يشعر بالانزعاج. في هذه الأثناء ضحك لودن على محاولته الفاشلة. أخبره أن يستسلم لنضاله العقيم، ولاحظ أنه يحترق بسبب استخدامه المفرط لطاقة ظله. لم يكن في حالة جيدة،
فتساءل إن كان يجب عليه أن يطلب المساعدة من تشينغ تيان. قرر عدم القيام بذلك. كان حازما أنه حتى لو كلفه ذلك حياته فلن يسمح له بالتحكم في جسده مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك كان يعلم أنه إذا قتل هذا المصنف سي فسوف يحصل على الكثير من نقاط الخبرة، لذا كانت فرصة ذهبية لا يريد إضاعتها. عاد لاستهداف النقطة العمياء مرة أخرى. يعتقد يي بقوة أنه قادر على تبوها، بذل قصارى جهده على الرغم من احتراقه. لما اصطرف الخنجر البقعة المحترقة، صرخ لودن بصوت عال. تم إخطاره بأن نقاط حياته تكاد تستنفد وأنه في حالة جنون. تم تفعيل الغضب وزادت سرعة هجومه ومعدل الضرب الحرج بنسبة 100%. كان مرتبكا لماذا أصبح فجأة في حالة جنون. تم دفعه بعيدا مما جعله يصطدم بالجدار بقوة. لم يتوقع لودن أن عامل المناجم القذر سيدفعه بعيدا إلى هذا الحد. تعرض للحروق بسبب هجماته. قرر إنهاء القتال بينهما. الآن بشكل غير متوقع شعر يي بشيء في جسده لم يكن لديه أي فكرة لماذا. أصبحت طاقة الظل أقوى من ذي قبل. أخبره تشينغ تيان أن الطاقة كانت دائما في جسده، فقط جسده لم يستطع استخرجها من قبل لأنه لم يتم تكييفه مع الحرارة الشديدة. أخبره أنه أصاب الجائزة الكبرى عن طريق الخطأ وفتح شكلا جديدا من طاقة الظل. لاحظ أن طاقة الظل تشفي جروحه. تشينغ أخبر تيان لودن أنه أكثر من مجرد شفاء، وقد لاحظ لودن ذلك أيضا وأن هالته أصبحت أكثر رعبا من السابق. لم يستطع السماح له بالتعافي أكثر. تراجع لتجنب هجوم لودن. لم يصدق أنه يستطيع مواكبة سرعته الثلاثية، مما جعله يتساءل إن كان حقا مجرد رتبة إي. قرر أن يغمر المكان كله بالحمم البركانية حتى لا يكون لديه أي مكان يهرب إليه بينما كانت الحمم تتناثر في المنطقة. كان يي واقفا هناك. كان لودن واثقا أن الحمم ستحوله إلى رماد، لكن لدهشته استطاع يي الوقوف في الحمم دون مشاكل. استخدم تعزيز الظل وكانت الصيغة الأساسية قوية بالفعل، مما جعله فضوليا حول كيف ستكون أعلى مستوى. أزعج لودن من خلال مناداته ولد الغلاية وأخبره أن الحرارة كانت منخفضة جدا. لم يستطع لودن تصديق ذلك. أشار يي إلى كيف كان يستمتع بالقطع والطعن حتى ذلك الحين، ولكن الآن حان دوره للهجوم المضاد. شحن يي مرة أخرى، تحرك بسرعة كبيرة، وذلك بسبب تعزيز الظل في الدفاع. القوة والسرعة التي تزيد تلك الإحصائيات بنسبة 100%. لم يصدق لودن أن يده قد اختفت. لعنه يي وقرر أن يمسك به، لكن يده تفتتت بضربة واحدة من خناجر يي. صنع يدا بديلة باستخدام الحمم. أعلن بفخر أنه طالما هناك حمم يمكنه أن يتجدد بلا حدود وهجماته غير مجدية تماما. عند سماع ذلك تجعدت حواجب يي، ورد أنه يشك في أنه يستطيع فعل ذلك لأن طاقته تبدو أنها تضعف. تحدى لودن يي أن يهاجمه مرة أخرى ليظهر ذلك. قطع يي أطرافه وتحداه أن يفعل ذلك مرة أخرى ومرة أخرى. لم يتوقف، ولدهشته لم يستطع التجدد إلى حالته الأصلية. تساءل كيف كان يحدث ذلك. أخبره أن طاقته قد وصلت إلى حدها وحثه على الاستسلام. جادل لودن أنه ليس لديهم أي شيء ضد بعضهم البعض، لذلك لا يوجد سبب للقتال حتى الموت. وافق على ذلك، لكنه جادل أيضا بأنه يتقاضى أجرا من تشين لحمايتها. رد لودن إن المال ليس مشكلة، لأنه إذا سلم تشين وعادوا إلى المدينة سيعطيه أكثر مما عرضته، عارضا عليه 5 ملايين. كان يعلم أنه سيخدع فقط. هناك احتمال أن لودن سيجلب أشخاصا للانتقام وقد يخسر حياته. رد أنه لن يفعل ذلك. جادل بأنه يراه كشخص غادر. مع هذا البيان حصل يي على فكرة، وهي تحويل خائن مثله إلى تشين شياو شانغ. سيدفع بالتأكيد أكثر بكثير لمعاقبة مهاجم ابنته، ومن خلال إنقاذ ابنته واعتقال خائن سيحصل على رئيس بوابة التنين. 3 شوارع مدينين لا بجميل شخصي، وهذا يستحق أكثر بكثير من 5 ملايين. كان لودن يعلم إنه سيتعرض للتعذيب حتى الموت في يد شياو شانغ، ولن تتركه المنظمة وعائلته تذهب إذا كان الأمر كذلك. استخدم فقط بلورة،
فوجئ شين تيان بأن لديه قطعة من بوابة السجن. أخبر يي أنه إذا دمرت تلك القطعة فإن عالم الوحوش سيفقد اتصاله الوحيد بالعالم الخارجي وستختفي البوابة، وسيكونون محاصرين هناك إلى الأبد عبر لودن، أنه مجبر على اللجوء إلى ذلك. شعاع من الضوء يمر عبر يد لودن. لقد كان يي هو الذي أمسك بالقطعة وطعن النقطة الضعيفة، مما جعل الودن يصرخ بصوت عال وجرح جسده في كل مكان وسقط على الأرض. بعد ذلك تم سحب اللب إلى يي، مما يمنحه ترقية في المهارة، وأصبح حس الظل أيضا، حس الظل النهائي، تلا ذلك صوت زئير. أبلغ كينغ تيان أنه بدون الحمم وطاقة المينوتور للحفاظ على استقراره، فإن عالم الوحوش ينهار عند مخرج هاوية الوحوش. لقد خرجوا اللاعبون الآخرون، كانوا يتحدثون عن مدى رعب ذلك، وأنهم بالكاد خرجوا. عبرت شين لي أنها لم تكن تعرف أنه قوي إلى هذا الحد، وأنه يتجاوز الرتبة إي. دعتها للانضمام إلى بوابة التنين 3 شوارع لأنها متأكدة أن والدها سيعامل مقاتلا مثله بشكل جيد. رد يي بأنه غير مهتم بالانضمام إلى أي منظمة، وطلب منها أن تحتفظ بقدراته سرا لم تضغط أكثر، وبدلا من ذلك أعطته مكافأته قبل مغادرته. سألها إذا كانت بوابة التنين 3 شوارع تسرق الأسلحة مثل سيفه. قامت بفحصه وأخبرته أنها ستحتاج إلى أخذه للتقييم، وطمأنته أنه مهما كانت قيمته سيحصل على كل قرش. كان مرتاحا لذلك، إذ استطاع أن يخبر أنها على دراية بالأسلحة إذا كانت لديها عيون جيدة. لذلك لقد وجد للتو مشتر لكل معداته، وهو أيضا مرتاح إذا تبين أنها بخيلة مثل الرئيس وانغ، لكنه لا يزال ليس في الجانب الخاسر أيضا، إذ كان لديه 1,000,000 في يده. عندما وصل إلى المنزل فحص قطعة بوابة السجن، كان فضوليا حول ما كانت عليه حقا. رد كينغ تيان أنه طالما لديه ما يكفي من القطع يمكنه جعل قوته تصل إلى رتبة أو حتى أعلى. كانت الرتبة تغريه. مع ظهور قطعة بوابة السجن مرة أخرى، جعل ذلك كينغ تيان يتساءل إذا كان هؤلاء الأوغاد لا يزالون هناك. كان يعرف أنه بحاجة إلى تسريع تعافيه، وأن ذلك الطفل هو المفتاح. تخيل أنه في يوم من الأيام سيتعين على الطفل مواجهة أشياء تتجاوز الفهم البشري. تأمل إذا كان الوقت قد حان بالفعل لتحذيره، وفي النهاية قرر أنه لا يزال مبكرا جدا، وأن ذلك سيخيف الطفل. قرر أن يتركه يزداد قوة أولا في منطقة الأشباح الفئة W مجموعة E. كان المكان تحت الإغلاق بسبب حادث التعدين. وقف عند حافة الجرف وتفقد المنطقة. رأى أن هناك حارسا من الفئة B و3 حراس من الفئة C. لم يصدق أنهم نشروا هذا العدد الكبير من المقاتلين المتقدمين لحراسته. تماما كما اعتقد، مع قوته الحالية لا توجد طريقة له لكشف الحقيقة بعد. سألت شينغ تيان عما يستحق التحقيق. في صدع بعض الأبعاد من الفئة المنخفضة، رد أن موت والديه والحقيقة وراء ذلك موجودة هناك. في ذلك الوقت تم منحه 100,000 كتعويض من مجموعة نما. تم تشجيعه على أخذ المال وتوقيع نموذج للاعتراف بأن موت والديه كان عرضيا عندما لم يتحرك. سأل الرجل المتعجرف إذا لم يكن ذلك كافيا، فأجابه أنه يريد الحقيقة، وأصر الرجل على أنه كان هناك حادث ووالديه والعمال الآخرين لقوا حتى فهم. لكن يي رفض تصديق ذلك، لأن كلا والديه من المستيقظين من الفئة جي. أراد الدخول والتحقق على أمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة، لكن رجلا ضخما قويا أمسك به وأخبره أن أي شيء يمكن أن يحدث في منطقة الأشباح، حتى الفئة جي يمكن أن تموت. وأكد أنه كانت مجرد منطقة أشباح من الفئة هو، لذا لا ينبغي أن تكون الأشباح هناك أقوى من الفئة. أمسك الرجل بياقته وأخبره أن يتصرف. يجادل يي بأنه حتى لو تعرض والديه للهجوم فإنهما يمكن أن ينجيا. فغضب الرجل معتقدا أنه يحاول فقط ابتزاز المزيد من المال. كان على وشك لكمو، وفجأة صرخ شخص ما توقف. كان نينغ دونغ هاو رئيس مجموعة NG، وهو مستيقظ من الفئة A، وبخ رئيس نينغ رجاله.
لأنه أعطاهم أمرا سابقا لتهدئة عائلة الضحية بشكل صحيح. أعطى يي مزيدا من المال لمساعدته في تجاوز مشاكله الحالية، وأصر يي على أنه لا يريد المال لأنه يريد الحقيقة فقط. وعده بأنهم سيحققون بشكل دقيق ويعطونه توضيحا مناسبا. صدق يي وعده، وتوقع أن تظهر الحقيقة قريبا، لكنهم بدلا من ذلك ألقوا باللوم على والديه بوصفهم لصوصا، وسلموه فاتورة بملايين الأضرار. علقت شينغ تيان بأنه بغض النظر عن العرق فإن الضعفاء لا يزالون مضطهدين. نصحه بجمع المزيد من شظايا بوابة الفجوة حتى يصبح قويا بما يكفي لكشف ما يسمى الحقيقة. سيكون ذلك سهلا كقولها. كان صامتا، لكن تشينغ تيان سمع أفكاره وألقى باللوم على طاقة ظل تشينغ تيان لكونها غير متوقعة، مما أدى إلى تصنيفه كفئة. وتساءل عنه لأنه يقول إنه سيتولى جسده لكنه يساعده في الترقي. تساءل إذا كان جيدا أم سيئا. ظن أنه إذا أثبت أن هذا الرجل مجنون فإن ادعاءه برفعه إلى الفئة سيكون مجرد هذيان. قال تشينغ تيان له أن يتوقف، وأعرب عن أنه إذا لم يجد فيه أي إمكانية فلن يتعب نفسه به. ورد عليه بأنه لم يقل أي شيء، لكنه كان يغضب، مما جعله يعتقد أنه مجنونا أكثر. فجأة تلقى دعوة مهمة في منطقة كيميائية، وهي منطقة أشباح من الفئة دا. سأل رجل في بدلة يي لماذا تأخر، فأجابه بأنه كان بعيدا، لكن الحقيقة هي أنه اندفع هناك من منطقة أشباح من الفئة تعرف عليه رجل مسن. رحب بهذا الرجل المسمى العم هاو، وكان هاو سعيدا لرؤيته، فقد مرت 5 سنوات منذ حادث والديه. عبر الرجال الآخرون معه عن أنهم ظنوا أنهم في انتظار شخص مهم، ومع ذلك تبين أنه وحش عاطل عن العمل. هؤلاء الرجال الذين أظهروا عداء تجاهه هم قوؤر وقوسان وغودا، وهم جميعا مرتزقة ومستيقظون من الفئة جي. أوضح الرجل في البدلة أن المهمة تتعلق بالتعدين، وأنهم لم يرغبوا في إزعاج المقاتلين المتقدمين. صرخ غوير ليوقف إضاعة الوقت، وأخبرهم فقط عن المهمة. أوضح الرجل في البدلة أن الفجوة من الفئة دو منطقة الأشباح، ومهمتهم هي العثور على خام البلور الجليدي واستخراج ستون كجم كعينات. في هذه الأثناء يلاحظ وجود مستيقظين من الفئة ج في منطقة الأشباح من الفئة دي. كان ذلك مبالغا فيه. كان هناك رجل يرتدي رداء اسمه هيزي، أيضا مرتزق ومستيقظ من الفئة جي، ومن خلال شعوره بالدموية القادمة منهم استطاع يي أن يخبر أن لا أحد منهم أشخاص محترمين، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يشعر بخفة بوجود مستيقظ من الفئة ج داخل منطقة الأشباح. كان هناك رجل يراقب مدخل الشق من خلال هاتفه المحمول. قال إن جميع ألعابه قد تم جمعها، وكان الوقت قد حان ليبدأ الصيد. هذا الشخص هو الثاني في القيادة لفرقة النمر الأحمر في عصابة النمر الأسود. دخلوا الشق، وأثناء سيرهم سألها إذا لم يكن بحاجة إلى ارتداء بدلة واقية، فأجاب يين بأنه لا حاجة لذلك لأنه مستيقظ الآن ويمكنه التعامل مع ذلك. علق سان أن المستيقظ الصغير المتقدم هو نوع نادر، أو ذكره بأن ينتبهوا إلى ما يقوله، لأن يي كان ملك أكوام القمامة. حذرها يين بعدم الانتباه لهم، فأكد له يين أنه ليس متهورا. تفقدي المنطقة، ولاحظ أن النباتات هناك تبدو معدلة عمدا للاختباء، وشعر بنية قاتلة تترصد بالقرب منه. رأى شيئا يعبر أمامه في ذهنه. لم يعد بإمكان هذا المتعقب السيطرة على نفسه. تساءل عما إذا كان سيستمر في الاختباء في الظلال، أو إذا كانت لديه خطط أخرى. صرخ سان في وجه يي ليتحرك. ردها أنهم سيسرعون. كان يي يعرف أنها الفرصة المثالية لاستخدام البيئة للتخلص منهم والمراقبة من الظلال. أمسك بعمه ها وأخبره أن يتمسك جيدا. اشتكى دوك من أن المنقب كان سريعا جدا، وصاحوا له أن يتوقف. أخبرهم أنه بخير، لأن هذين الاثنين مجرد قطع قمامة، وإذا تركوهما سيكونون في عداد الموتى. جلست الرجل ذو الشعر الأحمر على غص وهو يراقب هؤلاء الإخوة. تساءل عما إذا كان الآخرون يشعرون بالخطر.
مرر لسانه على شفتيه، وفكرة أنه كان ذلك جيدا أيضا، لأنه إذا كان الجميع غبيا مثل هؤلاء الثلاثة ستكون اللعبة مملة جدا. أخبر الأب إير أنه يستطيع أن يشعر أن هناك شيئا غير صحيح في المهمة. منذ أن دخلوا كانوا يشعرون أن هناك من يراقبهم. أخبر إيرهم بعدم أن يكونوا برانويد. أخبرهم أنها مجرد مهمة من الفئة د، وأن الثلاثة منهم من الفئة ج، لذا يمكنهم التعامل مع ذلك. رد سان أنه يشعر بشيء غريب أيضا، مثل قشعريرة تسري في ظهره، واقترح أن يعودوا. أخبره إير أن يتوقف عن الذعر، ولكن تماما كما قال ذلك اتسعت أعينهم، وتعرض سان للهجوم من الخلف. لفائف حمراء التفت حول رأسه تعرف على النمر الأحمر، أو أخبره أن يتركه ويمكنهم التحدث. رد النمر الأحمر أنهم استمروا في استفزاز عصابة النمر الأسود مرارا وتكرارا، لذا لم يكن هناك ما يمكن التحدث عنه. سحب الحبال وقطع جسد سان. تابع الاثنان ذلك الحدث. انغمس داو في غضبه وتقدم للأمام. حاول إير إيقافه، لكن الحبال أمسكت بيده ولفت جسده بالكامل. الحبال قطعت جلده، وفي النهاية قطعت جسده. كان إير مرعوبا، لذا ركض بأسرع ما يمكن. بينما كان النمر الدم في حالة من الجنون لأنه يفضل الفريسة الخائفة استراحي وهاو قليلا، سأل هاو لماذا تخلى عن الآخرين من الصحوة، واستفسر يي إذا كان قد أساء لأحد أو لأي فصيل مؤخرا. رد هاو بأنه مجرد عامل منجم، لذا لا يمكنه أن يسيء لأحد، وسأله لماذا. كشف بطلنا أن المهمة فخم ميت، وأن شخصا ما يريد أن يتم دفنهم جميعا في ذلك المكان المشوه. عبر هاو عن خوفه، فقال له يي إنه إذا كان يعرف شيئا يجب أن يخبره. فجأة ظهر إير وصرخ في وجه يي لعدم قوله أي شيء، حتى عندما لاحظ شيئا غريبا. اتهمه بموت إخوته. علق يي أن إير لم يكن عديم الفائدة على الإطلاق، حيث ساعد في كشف العقل المدبر قبل أن يموت. أغضبته تلك العبارة. سأل ماذا قال، وأعاد يي ما قاله أن إير كان على وشك الموت. تفاجأ إير لأنه وقع في خيوط حمراء، وقال نمر الدم لي أنه لم يتوقع أن يكون عامل منجم مثيرا للاهتمام هكذا. كانت قد فعلت عين الظل المطلقة. شكرا لكم جميعا على المشاهدة. يرجى مشاهدة الفيديو التالي عن غيغاشاد. أراكم في المرة القادمة. أيضا دعموا القناة من خلال الانضمام لعضوية نادي الاستدعاء. يمكنكم أيضا الدعم من خلال الإعجاب بالفيديو، وكونوا رائعين.